تعالى لما اعرفك الفرق بين العقليه الكرويه المحترفه والعقليه الكرويه اصلا اللي تقريبا ما تعرفش حاجه عن الكوره. بعد انتهاء مباراه مصر والسنغال، ساديو ماني دخل اللعيبه بيهديهم، بيقول لهم استنوا ما تفرحوش الفرحه الهستيريه، وده الواصل للنهائي، واصل للنهائي. في حين ان انت عندك واحد زي صلاح محسن طلع يشاور ويعمل احنا عندنا 7 بطولات. طب لو انت عندك 7 بطولات كنت ورينا في الملعب، ورينا الاداء بتاعك في الملعب. احنا ما بنلومش على الاداء. كابتن حسام حسن نفس الوضع، 7 بطولات، ما هو لقى المدرب بتاعه بيعمل كده قام عامل كده. طيب كنت ورينا حته من اداء الناس اللي جابت ال7 بطولات. انت طالع تعمل كده وخلاص. ومروان عطيه يقول لك بيعمل الحكم بالفلوس. يا عم اي حكم بيغلط، اي حكم بيغلط. انتوا ما فيش اداء، انتوا ما لعبتوش كوره. السنغال مسيطره على الماتش اغلب المباراه. فما تتكلمش، ما تعملش 7 بطولات غير لما تكون اديت. لما تكون اديت بقى والماتش راح منك، حسيت ان انت اتسرقت، تبقى تعمل للحكم كده، تقول له انت قابض. او تعمل انا كان عندي 7 بطولات وكنت بلعب حلو والماتش اتسرق مني. وده بقى الفرق بين ساديو ماني وفرق بين كابتن فريقك نفسه المدرب اللي هو حسام حسن. احنا ما بنتكلمش هنا على الاداء، احنا عارفين ان اللعيبه مستواها مش اللي هو. في لعيبه في مصر عامه ما عندهاش اصلا اساسيات الكوره زي ما كروش قال. فبلاش تجيبوا الحجج في حاجات تانية. ماتش كوتوفوار ده الناس بنت عليه امال كتير. كوتوفوار لو نازله واخده الماتش بجد، بس هي نازله حاطه في دماغها ان هي هتغلبنا. فبلاش نجيب حججنا في حاجات ملهاش لازمه وحاجات تافهه.